سلام ومرحبا بكم. اليوم راح نحضروا لوبيا بالكرعين ولكن بطريقتي. نبداو مع بعض بالمقادير. انا هنا بعد ما حطيت الكرعين طابوا لي بيان في الماء، رحت نحيت لهم كامل اللحمه اللي فيهم وقطعتهم بهذا الشكل. عندي هنايا حوالي حبه كبيره زروديه قطعتها دوائر، عندي توم مسكرفج، عندي نص بصله مسكرفجه كذلك، وعندي توابل، عندي راس الحانوت، كمون، فلفل عكري، وعندي الملح. نشد الطنجره تاعي نحط فيها الزيت، نقلي فيها البصل هكا، نزيد معاه الثوم ونخليهم يذوبوا مع بعضهم هكذا. بمجرد ما يذوبوا لي شويه راح نضيف لهم الزروديه بهذا الشكل، نخليهم يتقلاو مع بعضهم شويه ونضيف لهم الكرعين اللي كنت كما قلت لكم نحيت لهم لابو وقطعتهم، ونخلي هاد المكونات تتقلى مليح. بعدها رايحه نضيف التوابل والملح بهذا الشكل، ونضيف ملعقه ونصف طماطم مصبره. وهنايا راح نخليهم يتقلاو وياخذوا وقتهم باه تطلق هذيك الطماطيش البنه تاعها. بعد ما خليناه تقلى مليح رايحه نمرق، ونخلي الطنجره تاعي الطيب تحت نار هادئه. بعد ما كنت غليت اللوبيا هكذا وطابت لي، رايحه نضيف هذيك اللوبيا بعد ما طابت لي، نخلط ونغطي عليها ونخليها تعقاد على خاطرها. انا هنايا طابت لي اللوبيا تاعي كما راكم تشوفوا، خرجت روعه وقمه في البنه. ما تنساوش تجربوها، وما تنسونيش بتعليقاتكم، لايكاتكم، الشير والمشاركه مع الاصدقاء، والى اللقاء.